هذا عطاو 80,000 سلعه مليحه تبارك الله. شوف الفرق كي داير. شوف عطاو 4000 درهم عامين. الثمن هذا راه بزاف والله. الدرويش ما يعيش هذا الوقت هذا. واحد فيه تقريبا فيه شي 40 كيلو داير 44,000 ريال. خليها لك ديال 80. احنا راه كنشوفوا هذه جوج الناس، فهمتي؟ جوج الناس ثلاثه شافوها بزاف. ما كاين الناس تقهروا من الغلا. شنو نقول لك انا؟ والسلعه راه ديال قلت لك جمعيه المعدن منين جبناها البارح شرينا بجمعيه المعدن. السلعه مليحه عالفه الناس. العلف اللي يهلكوا احسن. العلف قاصح شويه. هذا هو المشكل باش غالي البيع. والمليح راه بثمنه. هذا الكاليتي دابا كنبيعوه ب 48 50. هذاك الكاليتي 64 65. وهذا الشيء اللي عطى الله. حنا عرفت التاجر كنشرو كنعاودوا البيع. عطاو بالخير الحمد لله. الكسبه ديال ما نشري لها ما حتى شي حاجه غير نبيعوها باش ما بعنا الحمد لله لا بحي. ربي يحمدك. ما نشرو لا علف لا حتى شي حاجه. يا ربي يحمدك. ولكن درك وين جبناه هنا قلنا من العلف. وين جبناه هنا كانت الصحراء وجبناها هنا قل من العلف. قل نعرفوها. كنقوموا بواحد المجموعه ديال الايام تحسيسيه على هامش يعني عمليه عيد الاضحى 1444 هذه السنه هذه 2023. والعمليه تروم اننا كنحسوا الكسابين بالاهميه ديال الترقيم ديال يعني الاضاحي المعده يعني لعيد الاضحى، من اجل انه يتم التتبع ديالها الصحي والمراقبه ديالها للاعلاف وايضا حتى الامراض ديالها. وهذا بطبيعه الحال هو الاشتغال ديالنا حنا كمكتب وطني استشاره الفلاحيه كاستراتيجيه ديالنا، يعني ديال الاشتغال التعاون مع المدير الاقليمي للفلاحه بقليميم وايضا المكتب الوطني للسلامه الصحيه وكان والسلطات العموميه داخل السوق، وداخل ايضا الرحب الجديده اللي تخلقات من اجل انه يتبعوا فيها الاضاحي المرقمه ديال العيد.